السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. هذه الأراضي آه، كيف تصلح للزراعة بعد المحاصيل الزراعية. قبل فترة كان في القمح هنا، ودحين بيزرعون الأرز، لكن قبل ما يزرعون الأرز يصلحون الأرض حتى تكون صالحة للزراعة. شوفوا الطريقة كيف. هذا الروث، الله يكرمكم، روث نروح قريب شوية. الجواميس، وهذا اللي بقايا القمح، نقول له بلال. شايفين كيف لين الأخير. بعضهم حطوا، بعضهم إلى الآن لسه يعني باقي. بعد فترة حيجون مرة ثانية يحطون فيه موية وحاجات ثانية كمان. حوريكم إن شاء الله بعدين كمان المراحل اللي تمر منها هذه الأراضي حتى تكون صالحة للزراعة. شايفين الأراضي من هذه الجهة، هذه الجهة ما فيها ولا شيء زي ما انتم شايفين، وهذه الجهة بهذه الطريقة زي ما وريتكم قبل شوية. بعد ما يزرعون هنا الأرز، الأرز حيكون طبعا يعني متراكم مع بعض وبكثرة ما شاء الله تبارك الله. بعدين لما يصير لين كذا أبو متر أو متر ونص، يشيلونه من هنا ويجون يحطون الموية هنا ويخلون الأرض هذه لينة كذا، وبعدين يزرعون الأرز اللي شالوه من هنا أبو متر أو متر ونص زي كذا، ويجوا يزرعونه هنا ويخلونه لحال يعني، ويكثر بهذه الطريقة ويصير فيه البركة ما شاء الله تبارك الله. أشوف أنا إن شاء الله كل مرحلة أحاول أوريكم إياها. شوفوا دحين، ذاك اليوم قلت لكم وريتكم هذا نشبوا في الحريقة عشان يجهزوا للموسم الثاني للأرز. شايفين كيف شبوا في الحريقة. لما تخلص الحريقة هذه يحطون في الموية. شايفين واضح أي شيء. شايفين كيف بهذه الطريقة. في ناس واقفين هناك جوا في داخل الأرض، والحريقة اللي انشبت جالسين يوزعوها على الأرض كله عشان لا تبقى أرض يعني ما تجي عليها. هذه طريقة إصلاح يعني المحاصيل الزراعية. شايف الشخص هذاك جوا هنا، شوف جالس واحد، هناك كمان واحد، كثيرين هنا جوا. ذاك اليوم لما صورت لسه يعني قبل الحريقة، قبل ما شبوا الحريقة هذه، كان قبل 5 أيام، وهذا المقطع جالس أصور لكم بعد 5 أيام يعني. شايفين كيف لسه يعني هذه المرحلة شوية يعني حتطول، ممكن إلى 10 أيام أو أسبوعين. فالمقطع الواحد أخذ مني أسبوعين تقريبا يعني، أو 10 أيام زي كذا. حنشوف كم ياخذ.
شايف كيف هذا الشخص هذا جالس يوزع على الأرض القطعة كلها عشان الأرض كلها تستفيد. هذه طريقتهم هنا في السند. شايفين كيف بهذه الطريقة. هناك لسه ما ولعوا، هذا كمان لسه باقي، صاحبه ما جاء إلى الآن. القطعة هذه اللي شبوا فيها النار أصحابهم موجودة هنا. شايفين دحين باقي شوية هنا، الحريقة انطفت دحين. أصحابنا المزارعين هنا بيقولوا سبب الحريقة هذه اللي يشبونها هنا، السبب هو إنه إذا ما شبوا الحريقة هذه وزرعوا البذور زي كده، يعني بدون هذه الحريقة البذور هذه حتنغرز تحت في الأرض وما راح يطلع الأرز، ما راح يطلع. عشان كده يشبون أول شيء الحريقة هذه عشان البذرة تكون فوق، يعني ما تنغرس تحت. والشيء الثاني دحين بعد ما شبوا هذه الحريقة وانطفت هذه الحريقة، خلاص بعد شوية حيعطون الموية هنا، حيسقون الأرض هذه بالموية ويحطون البذور، وبعد 14 يوم بالضبط يعني حيطلعون. أستاذ चौदह दियन को बोल 45 دي. अच्छा بعد من 32 يوم إلى 45 يوم حتطلع البذور هذه، تصير متر أو متر ونص زي كذا. بعدين يطلعونها من هذه الأرض ويودونها هناك الأرض هذيك اللي وريتكم إياها، يعني من 45 من 30 إلى 45 يوم حتكون المرحلة هذه. سيا دحين يحطون البذور دحين، ما شاء الله تبارك الله. الأرض هنا में बिजू पैजी हुआ है। खास कर दाव बात दी भर खास या वैसा हम बिटे जब बात नहीं की भर खास कर ये तो खंडे मागे बटे दाना। हां ना ना ये बिजू तेरे मागे बीज ले। हां बीज खणी जा और बीज। हां खणी थोड़ो هذا هو بذور الأرز يعني सारिन जी वो फसल थे तो ना नहीं هذا वट दे भाव الأرز जो जाए المويه أنا رايله थी थोड़ो पानी बाहर इनके पानी ये मिले तो أول شيء يعني وزعوا البذور، بعدين بيعطون المويه زي ما انتم شايفين. हे घणा ॾींहं इहो सिस्टम हलंदो पोइ होॾे थींदो? 22 ॾींहं। हिकिड़ो हमरा अगाड़े चए पियो चई 40 ॾींहं जी। हाँ पोइ ज़मीन ते हलंदो। الإخوة هذول بيقولوا
البذر هذا حيكبر في خلال 20 أو 22 يوم. بعدين يشيلوه من هنا يودوه هناك الأرض الثاني هناك. أو तव्हांजो नंबर किथे आहे? ॿिए पासे आहे? हा न हितां जंहिं महिल खणंदो होॾे ॾींदा يودوه هناك في الجهة هذيك بعد الحديقة هذه اللي وريتكم إياها في الفيديو الثاني. नंढड़े जी नंबर भी थोड़ो अब मसलो तो ना है ना वीडियो करण में। मेहरबानी, थैंक यू। هذا هنا مجلسنا قدام المجلس هذا بالضبط. الأراضي هذه زراعية بيزرعون فيها شايف طبيعتك بيزرعون فيها الرز. كل واحد عنده قطعة يزرعها ويحصل المحاصيل الزراعية. وبعدين صاحب الأرض واحد ثاني، وهذول مو أصحاب الأرض، هذول أخذوا منه بالمقاطعة أو بالمقايضة، وزي ما تقولوا يعني نص نص. النص يكون للمزارعين والنص يكون لأصحاب الأراضي. هذه هي الطريقة الموجودة عندنا في إقليم السند. हाँ अरबी गला तो बिल्कुल कम से इनमें बीज तो न पियो ना हवा में बचाव थियो कुछ केरी जो ओटरी वही हवा भी तेज हुई थी। इहो तो जो यूट्यूब ते अची वेंदो सॼी दुनिया ॾिसंदी हिकु छोकिरो न यूट्यूब ते अची वेंदो इंशाल्लाह। सड़ो हिकु छोकिरो न सॼी दुनिया ॾिसंदी। हा तूं फिक्र न कर।